الفتكه واش من الفتكه تسخسيخه ديال جات الرعده مع ديك الطيحه اللي ضربت في الماء. بحال من داير بحال الكعبين. طلعت لهاد البلاصه باش نصور لكم هاد المنظر من الفوق. كاين غير الحفه السبرتيله فزكات. السلام عليكم متابعينا العزاز. اليوم جينا لعيون ام ربيع باش نعطيكم جميع المعلومات اللي غادي تحتاجوهم من ناحيه الكرا اللي بغى يكري، ناحيه ديال الاثمنه ديال الماكله ديال الكلاس، البلايص اللي غادي تقدروا تشوفوا هنا. اذا هنا جينا هبطنا على الطريق الاولى، لقينا كاينين الاشغال دابا نشوفوهم من بعد، وجينا من لهنا دزنا على الطريق الفوقانيه. هي اون فوا كتوصل كتلقى جوج ديال الطرقان، اما الدور على اليسار ولا الدور على اليمين. هذه هي الطريق اللي دزنا حنا على اليسار. كاينين بزاف ديال البلايص فين تحطوا السياره ديالكم. انا اختاريت اخر نقطه فين غادي نوقف باش هكذا نقدر ندير واحد الدوره شامله. اذا هذا هو البارك اللي حطينا فيه السياره ديالنا، ومن بعد غادي نطلع لهذيك البلاصه الفوق لهيه باش نقدر نشد لكم المنطقه كامله. مرحبا بكم معنا في الفيديو، ما تقطعوش. طلعت لهاد البلاصه باش نصور لكم هذا المنظر من الفوق. كيف ما كتشوفوا المنظر من الفوق. طلعت الفوق باش نقدر نشد هذا المنظر، وغادي ندوزو في هاد البلايص كاملين. غادي نمشيو من لهنا منين دايز هاد الراجل هنا لتحت، وغادي نمشيو حتى للشلال الفوق، ومن بعد غادي ندوزو من ديك الجهه الاخرى من لهيه وغنهبطوا للواد باش تشوفوه، وغادي نمشيو حتى لهاديك البلاصه اللي لهيه في طريق خنيفره فين كاينين داك الطوموبيلات تما، ومن بعد غادي نرجعوا حتى لهنا البلاصه فين حنا كاينين دابا، وفين كاين واحد المأوى اللي فيه قهوة اللي غادي نعرفه هو هذا اللي غنعرفه من بعد من خلالهم الأثمنة اللي كاينين في البلاصة كاملين. مرحبا بكم وجولة ممتعة معنا في هذا الفيديو. هنا كاينين المراحيض بجوج دراهم. هاد البلاصه كتعاود بزاف، هما واحدين اخرين، يعني فين ما مشيتي كتقدر تلقى المراحيض تيدير لهم جوج دراهم نقيين من الداخل، واخا تيبانو هكا راهم نقيين من الداخل، فيهم الماء فيهم البابي تواليت مزيانين. هنا كيف ما قلت لكم حنا دخلنا على اليسار، تمشيو من هاد الجهه وتنخليو الواد لتحت. هي مسافه شويه ولكن ممتعه وما غتحسوش كاع بالطريق، غير اللي كان جا بالنهار يجيب معاه كاسكيطه باش على حساب الشمس، حيت الشمس واخا هكاك حاره. هنا كانت غادي تجي الرعده دونك كانت الشمس حاره بزاف. تشوفوا تبارك الله الواد، الصوت راه رائع جدا ومريح تبارك الله. هذا الصوت ديال الماء تيبان لكم هنا الماء مجهد. غادي نمشيو لهاديك البلاصه اللي كتبان عاليه، تما كاين الشلال، ومن تما تيبدا المنبع ديال عيون ام ربيع اللي حنا في هذا الفيديو كل مره غادي نعطيو معلومه على هاد البلاصه هادي. هاد البلاصه كتكون من 47 عين اللي كتصب في هاد الواد، 7 منهم مالحين و 40 حلوين، هذه حسب المعلومات المتوفره. هنا في هذه البلاصه كيصاوبوا الخبز البلدي ديال البلاد النيت، تيصاوبوه في هذا الفران هذا، وتيصاوبوا كذلك الطواجن في هذه البلايص. هنا طلعنا غاديين باتجاه المغاره، ومن بعد ها هي قريبه مور هاد الشجره هذه. و هنا طلعت عاوتاني لواحد البلاصه الفوق من فوق الطريق باش نقدر نصور لكم هاد البلايص هادوك اللي كتشوفوا كاملين بلايص تيكونوا تيتكراو وتنجلسوا قرابين للماء بالنسبه للناس اللي بغات تبرد وتستمتع بهذا المنظر. كيف ما كتشوفوا اليوم كان السبت 27 يونيو، كنت مشيت مع 3:30، هذه تقريبا غادي تكون قريبه ل5. بالنسبه للطريق انا جيت من ازرو، درت 1.5 ساعة وغادي غير بشويه ما كنفوتش 60-70. اذا هذه هي المغاره ديال عيون ام ربيع. بالنسبه للدخول راه كيدخلوا ب5 دراهم للفرد الواحد، 5 دراهم.
وغادي نخليكم مع التجربه كامله باش تعرفوا. هذا الهبطه الاولى كنهبطوا لهنا وتلقاو هاد البلاصه كاين هذاك الكاس فاش غادي نشربوا. سبحان الله شي حاجه نقدر نقول لكم لا توصف، واخا نبقى نوصف ما غاديش نقدر نوصفها. هي مأمنه بالنسبه للناس اللي بغاو يهبطوا، رجال وعيالات، دراري وبنات، راها مأمنه. انا تنزيد نهبط، كاين دايرين واحد السلم ديال العواد توا، ها نتوما كتشوفوا ما بعيدش بزاف. فاش كتهبط هو هذا تكون تقريبا واحد 2 متر ونص ولا 3 اللي فيه. ملي كنهبطوا كنلقاو العين، هي هذه المنبع لداخل في المغاره، واحد المنبع ديال واحد العين، والماء ديالها بارد وحلو. سبحان الله هنا كتجيك واحد الهيبه، هي شويه ديال الخلعه ضروري تجي ديال تقدر تخرج شي حاجه من شي غار هنا ولا، ولكن على حسب التجربه اللي هبطت فمأمنه، ما كاين حتى شي مشكل. والفوق كاين السيد اللي مكلف اللي تيتخلص، وكاينين الناس ما بعيداش بزاف. ودابا منين سالينا المغاره غادي نطلع، غادي نخليكم حتى في الطلوع باش تعرفوا شحال بعيده. هو تقريبا 12 متر ديال العمق. وهذا هما الدروج. شحال كيلومتر؟ شحال ما غرقاش بزاف، شي 12 وقيله، ولا ها هو السيد اللي مكلف شي 12 متر. وهنا تيقول لك حافظوا على النظافه ديال المكان ومنع التدخين للداخل. حنا غاديين باش غادي نمشيو للشلال منين تيبدا المنبع، وعاد غادي نجيو مع العيون. هنايا الجهه الاخرى حتى هي كيجيو منها الناس. هذاك البلاصه اللي هي جات داك الحجر تما فين كاين الشلال. من بعد ما غادي نفوتوا هاد القنطره هادي، تيبان الماء قليل سبحان الله، ولكن مجرد ما كتفوت هاد القنطره هادي كيبداو العيون كيخويو من الجناب، وكيولي الماء مجهد كيف ما غنشوفوا في الفيديو من بعد. هانتوما كتشوفوا هنا الماء قليل. اللي بغى يدوز للشلال يقدر يدوز من هاد الجهه هادي. انا ما كنتش عارفها في الاول حتى طحت في الماء، وهذا ساليت عاد قالوا لي الناس راه تقدر تدوز من لهيه. هانتوما كتلاحظوا من لهنا تحت القنطره راه الماء غادي قليل، ولكن لهيه راه جهاد، بدا تيجهد حيت العيون بداو تيخويو من بلايص وحدين اخرين. هذا هو الماء اللي هابط من الشلال. الصراحه المنظر رائع جدا، والله الا يستاهل الزياره. حتى هو كيف ما كنقول ديما من الاماكن اللي ولو مره في العمر خص الانسان يجي يزور هاد البلاصه هادي. دابا انا تنتواجد هنا، القنطره اللي دزت منها راه هي، والمغاره كتبقى لهيه. كما قلت لكم يقدر يدوز الانسان من لهيه على ديك الجنب، ومن تما الطريق شويه يقدر يدوز للشلال. الا كان تيقدر يدوز في الحجر هكا راه يقدر يدوز من هاد الجهه. منين دزت انا ما كانش واحد السلم كانوا دايرينه، ما كاينش. دونك شويه ماشي شويه بزاف تعذبت باش نقطع الشلال، ولكن استطعت انني نصور. شفت تبارك الله الماء اللي هابط من الشلال. هذه هي الطريق اللي غاديه منين دزت انا من الجهه اليمنيه. من هنا غادي ندوز نطلع في هذا الحجر. الشلال راه هو لداخل لهيه. غادي ندوز من هاد البلاصه فين كاينين الناس، وكاينين الوليدات كيعوموا هنايا، واخا البلاصه راه فيها الغارق وفيها اللي ما غارقش، راه هما تيعوموا. هنا كان واحد كانوا مصاوبين واحد الباساج، وهنا طحت في الماء. تيحسب لينا ما غارقاش ديك البلاصه، طحت في الماء، فزق لي التليفون، الباور بانك، البسطام، المهم كاع داكشي اللي كان في جيبي كلشي فزق. انا كنت نحاول باش ندوز ما قدرتش، ورجعت من لهنايا كما كتشوفوا راه غارق وطلعت. بالنسبه للتليفون هنا فاش طحت لقيت شي دراري ولاد البلاد قالوا لي بلي هاد الماء تيخسر التليفون، يخسر لك اي حاجه لحقاش الماء مالح. كان شي واحد طاح ليه الايفون ديالو
17 برو تسخسيخ واش من تسخسيخ وخسر ليه. انا الحمد لله في البلاصه قدر يمسحوا لي الدرع حيت ما كانش هو فازك ومن عليا التليفون. اذا هذا هو الشلال. تبارك الله واعر بزاف. تحت الشلال غارقه ديك البلاصه فين كاين هذاك الدري، تحت الشلال غارقه، ولكن منه لهنا ما غارقاش، يقدروا يعوموا الناس. تبارك الله. هنا في هذه اللحظه بالضبط راه الرعده جايه. هو صراحه تكرفصت باش نوصل لهنايا. هنا جرات علينا الرعده، هي الشتا بدات كطيح والناس كل شيء جاي من اللي تيجري باش تيعيطوا لولادهم يخرجوا من الشلال. ربما تجي شي حمله ولا شي حاجه. هاد السيده مسكينه الله يكثر خيرها قالت لنا جيو تجلسوا تخبعوا من الشتا، حيت شفتني غادي بالحفاه وفازك. واش من تسخسيخه ديال الشتا جات الرعده مع ديك الطيحه اللي ضربت في الماء مزيانه. وهنا انا رجعت قطعت من الجهه، دابا جاي من الجهه الاخرى. كاين غير الحفا السبرتيله في زكات الشمشه. وهاد البلايص هادو راه تقدروا تهبطوا ليهم. انا جيت من لهيه من كاينين دوك الناس، ودابا راني غادي من الجهه الاخرى. هو واحد الدرج هنا كيبيعوا المواد ديال المنتوجات ديال البلاد. هنا في هاد البلاصه كاينين واحد العيون خارجين عاوتاني، تقدروا تهبطوا تجلسوا حداهم. ما تقدريش تعومي دابا لحقاش الرعده والماء غيكون بارد. من هنا تقدروا تهبطوا دوزو. كاينين هاد البلاصه كلها بلايص تقدروا تجلسوا. بالنسبه للاثمنه راه غادي نهضروا عليهم دابا شويه. هادو المنتوجات المحليه اللي الصناعات ديال البلاد، اللي باش اللي بغى ياخذ شي حاجه يخليها كتذكار، ومنها يشجع المنتوج المحلي. تبارك الله. منين ما تستي كتلقى خارجه شي عين. هذه عين واحده اخرى خرجت يديروا فيها هاد الشيء كيبردوه. هادو هنا كيلبسوا المنتوجات ديال سميتو ديال كيلبسوا الحوايج ديال الامازيغيه وتيتصوروا بهم. بالنسبه للثمن فاش سولت قالوا لي 20 درهم. تبارك الله هذاك المنظر وهذاك المكان الا جلستي تما. هادو هنا كيف ما قلت لكم 20 درهم بالنسبه للبسه والتصور. وهذا صراحه ثمن مناسب ومشجع بالنسبه للناس اللي كتعتز بالثقافه الامازيغيه وكتعشقها. وهادو منتوجات محليه، صناعه يدويه. هنا تصاوبوا الطاجين، الخبز. هنا مع الرعده كل شيء هرب. هنا تيبيعوا الملحه الحيه على اليسار، كيبيعوا هاد المنتوجات هادو اللي كتشوفوا. الماء محتاجينش كاع الثلاجه، حاطين الليمون، حاطين هادشي. كما قلت لكم قبيلات بالنسبه للمراحيض موجودين، فتزيد شويه كتلقى مرحض، والثمن دائما راه 2 دراهم. هنا كذلك من الصا تقريبا بحال هكا اللي بغى يتصور، اللي بغى يلبس لبسه امازيغيه يدير التصاور. هذه عين واحده اخرى عاوتاني حتى هي. تبارك الله. ما قالوا كاينه 47 الا راه كاينه فعلا في الواقع كتحس بها. هادو هنا كيبردوا الليمون بحال كيف ما شفنا دابا من قبل. ودابا هذه واحد العين واحده اخرى، هذه مالحه، وقلنا غادي نهبطوا لتحت باش غادي نجلسوا على جنب الواد. انا مشيت لواحد البلاصه اللي فايت ليا، جيت ليها من قبل عند واحد السيد. من بعد راه غادي نخلي لكم الارقام ديال الهاتف ديال كلشي. ما عقلتيش عليا، جيت عندكم ديك المره بحال من داير بحال الكعبين. راه جيت واحد المره هنايا وجلسنا يمكن شي ساعه ونص ولا ساعتين. هنا صافي جلسنا خدينا هاد البلاصه وبديت تنصور من هاد البلاصه. حاولت ناخذ لكم اجمل اللقطات.
ودابا غادي ناخذ بعض المعلومات. بالنسبه لينا حنا في المكان اللي خديناه جلسنا ما يقارب ساعه او ساعه وربع على ما دازت هذيك الرعده. و فاش قلت ليه شحال قال لي اللي بغيتي. عطيتو 50 درهم. خدينا براد ديال اتاي كبير كيف تشوفوه معايا دابا شويه. عطيتو 50 درهم بالظرافه ديالو. قال لي مسكين الا ما عندكش سير كاع ماشي مشكل زعما. ومره اخرى الا جيتو واخا ما يكونش جا اي واحد مرحبا عندكم مرحبا ما عندكمش مرحبا. تيديروا طاجين ديال الدجاج وكاين طاجين ديال البكري والغنمي والعنزي تيديروهم هنايا بالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوا الطواجن. والاثمنه دابا نقول لكم حيت سولت شي ناس عطاوني الاثمنه اللي كاينين ديال كل طاجين وكل دار. بالنسبه لهاد الواد هذا والعيون اللي كتخرج من هنا الا لاحظتوا هنا بدا الماء كيكثر بدا كيجهد لحقاش العيون بداو تيخويو في هاد البلاصه. هاد الواد تيمشي على امتداد هاد المسافه كامله من هنا المنبع حتى سميتو حتى الازمور جهه الجديده. تماك المصب ديالو. هاد المسافه كلها تيقطعها وتبارك الله. هادشي هاد المسافه اللي كيقطع كلها كيستافدوا منها الناس. الصوت انتم غتسمعوا غنخليكم تستمتعوا شويه بالصوت وبالمنظر ديال هاد المكان. الراحه النفسيه ديال بصح. هذا هو البراد يقدروا يشربوه 4 5 3 ديال الناس. حتى ل5 الناس يقدروا يشربوا هذا البراد هذا. بالنسبه للماء هنا بارد بزاف. انا دخلت شويه باش قدرت ناخذ واحد اللقطات حتى هذيك الحجره ولكن لا فتيها راه ما تقدرش تفوت مع الماء مجهد بزاف. يقدر الله يستر يدي شي واحد اللي عنده شي وليد صغير ولا يرد ليه البال. اتاي زوين المذاق ديالو تبارك الله عمره مزيان. بالنسبه للجلسه كما قلت لكم مريحه. ارتاحينا شويه. طاح لي التليفون في الماء فزك اش جالس كنتسناه ما بغاش يتشارجا ليا بالباور بانك حتى هو طاح لي. اضطريت انني نجبد البيسي وندير التليفون الاخر يتشارجا باش يلاه نقدر نصور به. وعاوتاني فاش تشارجا الاخر لقيت ستوكاج عديت نخوي عاوتاني في البيسي باش نقدر هكا نكمل التصوير. هنا راه فاتت الرعده تبارك الله مع الشمس كيفاش ولا المنظر كيبان. ودابا من بعد ما سالينا الجلسه ديالنا وارتاحينا قديت التليفون باش نصور. غادي نخرجوا باش نمشيو نكملوا الدوره ديالنا. شوف تبارك الله الماء كيفاش هابط من الفوق. بالنسبه اللي بغى يستمتع راه زعما يستحسن انكم تجيو بالنهار بكري. تجيو بالنهار بكري باش تقدروا تستمتعوا بالبلاصه كامله. دابا غادي نكملوا. انا طلعت عاوتاني الفوق في الجبل باش قدرت نصور لكم هذا المكان بالضبط. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات وكيخافوا عليهم باغيينهم يلعبوا في الماء ولكن ما قادرينش يديوهم الجنب الواد. هاد البلاصه هذه رائعه. دابا ندخل ليها برجلي باش تشوفوها باش حتى العائلات اللي عندهم الوليدات يجيبوها. هذه هي الدخله ديالها من لهنا. راه هي اون فوا كتجي داخل الا دخلتي على يدك اليسار ولا اليمين راه كاينه حدا السيد اللي كيبيع القهوه وكيشارجي الهواتف. انا دخلت هنايا برجلي فازك اللهم ندخل نكمل نصور لكم هادشي. هاد البلاصه عرفتي الماء بارد بحال الا عضك شي واحد من رجلك. عرفتي بارد بزاف. انا كنت وليت تنقول يا ربي فوقاش نقدر نخرج
المشكله هو في الجنب ما عنديش فين غادي نطلع، يعني اضطريت انني نعاود نرجع نفس المسافه وبنفس البروده. راه بارد بزاف، واخا نقول لكم بارد لدرجه كيضر في الرجلين. هادو البلايص كاملين فين نقدروا نجلسو. بالنسبه للاثمنه لهاد الجلسات هادو، بعدا هنا هذيك البلاصه اللي كنت فيها دابا هنا فين كتخوي الماء ديالها من هنايا وكتخوي ليه. هاد السيد هذا هو اللي كيشارجي الهواتف. الا كان طفاليك التليفون وبغيتي تشارجيه تقد تجي تحطو عنده تاخذ قهيوه ولا. المهم بالنسبه للشارج كيشارجيو ب5 دراهم. وهذيك البلاصه غادي نمشي دابا باش نصورها لكم. كاين هنا العصير الليمون، كاين هاد الماء ديال العين الا بغيتو تشربوه، هذاك فابور ما كتخلص حتى حاجه. وهذيك البلايصه فين كيتصوروا منطقه زويونه، حنا غادي ندوزو ليها دابا. كاين الوليدات كيلعبوا كره تما، حاولت نصورها من الفوق باش تعطي واحد المنظر. وهادو المنتوجات المحليه كذلك. خدينا 2 ديال الصنادل هادو، حسبهم لينا ب 65 درهم الوحده. هو تتبقى انت وشطارتك، المهم هو كيقول لنا 70 خلاو لنا ب 65 درهم. وبالنسبه لهاد اللعب هادو وهاد الشيء اللي عنده علاقه بالوليدات الصغار فراه تيبدا من 5 دراهم للفوق. كاين عنده هاد المنتوجات هادو عند السيد. هنا كاين هادي الملحه الحيه كتباع، يمكن لكم تبحثوا على الفوائد ديالها. من هنا كتخرج. كاين مسجد بالنسبه للناس على حساب الصلاه دايرينو. هنا في اليسار كاينين الشوايات ديال الدجاج. ودابا هنا جينا وصلنا لهاد الساحه اللي هضرت لكم عليها دابا شويه. انا الوليدات كيلعبوا هنا تيتصوروا كذلك بالنسبه للباس الامازيغي اللي بغى يتصور في هذاك القلب. وكاين واحد القلب واحد اخر حنا غادي نمشيو ليه دابا. جاي من موراك تيجي هذاك المنظر ديال الواد. بالنسبه لهذيك البلاصه الفوق راه هي فين وقفنا. هذا هو هذاك القليب الاخر، وتيجي من موراك هذاك المنظر ديال الواد خارج. التصويره 5 دراهم، وكاينين تيديروا الحنه حداه. وهذيك البلاصه الاخرى راه هي فيها واحد العود حتى هو تيتصوروا ب5 دراهم. ودابا غادي نكملوا. انا مشيت على الطريق خرج، درت على يدي اليسار لطريق خنيفره باش نعطيكم المنظر فين غادي الواد. هذه هي البلاصه فين غادي لهيها. فين الى جينا من الدخله الاولى اللي قلت لكم تدخلوا على اليمين تقدروا تحطوا طوموبيلاتكم لهيه في هذيك البلاصه الفوق منين دايزين الناس، ولا تقدروا تكملوا نيشان دوزوا من فوق القنطره وغتلقاو واحد الباركينغ حتى هو غتحطوا، ولا غتجيو لهنايا لهاد الجهه حتى هي كيحطوا فيها الطوموبيلات. دابا راهم خدامين الاشغال في هذيك القنطره، داكشي علاش ما دزتش في الاول، ولكن راه تطلقات دابا. هنايا التتمه ديال الواد راهم الطوموبيلات فين حاطينهم الناس باركينغ. هنا دزت لفوق القنطره باش نقدر نشد لكم المسار ديال الواد وكيفاش غادي لما مجهد فيه. هذه التتمه. وعلى طول الواد كما قلت لكم من الاول كاينين هذوك الجلسات. بالنسبه لهاد الجلسات هادو كل واحد الثمن ديالو شنو كيدير، وانت وشطارتك انت وشحال غادي تقدر تشاطر. انتم كما كتشوفوا هو السيد اللي غنسولو دابا شويه وغنوريكم قال لنا 4000 ريال. هادو منازل للكراء. راه خديت لكم جميع الصور ديال المنازل ديال الكراء باش الا بغيتو تريزيرفيو قبل. هادي واحد البلاصه اخرى حتى هي على طول الواد كاينين جلسات. كاين مسجد تما بالنسبه للناس اللي بغات الهدوء وما بغاتش تدخل لداك الزحام تقدروا تجيو لهاد البلاصه هادي حتى هي. حتى اللي عنده الوليدات يقدر يجي لهنا. هادو ارقام ديال الهواتف ديال منازل الكراء اللي لقيت تما. وفي هاد البلاصه راه جاي واحد الواد واحد اخر غادي نشوفوه في التالي ديال الفيديو. هذا تيكبوا فيه واحد العيون مالحه تيتلاقاو تما وكيمشيو. هذيك البلاصه اللي لتحت هاد الجوج هادو مولاهم حتى هو كيكري دار في هاد البلاصه هادي. بالنسبه للاثمنه قال لنا 4000 حتى ل 4600 يعني 200 حتى 230 درهم زعما الماكسيموم في الاوقات ديال الدروه.
فيها طاجين كبير ياكلوه 4 5 ديال الناس، وفيها براد ديال اتاي والجلسه ديالك نهار كامل. هاد البلاصه هادي بالضبط الرقم ديال الهاتف هو غادي نخليه، غادي يبان لكم دابا. وعنده الدار تيكريها، وتقريبا كاع هاد الارقام ديال الهواتف اللي غادي تشوفوهم من بعد كلهم عندهم بلايص على جنب الواد. بغيتي تبات راه غتعيط ليهم وغادي تريزيرفي، ما بغيتيش المهم انت تتعيط لهم على حساب البلايص. هنا رجعنا للقنطره، تبارك الله الواد هنا هابط مجهد. وفي الجهه الاخرى اللي غادي ندوز دابا مقسوم على جوج، تيمشي في جوج ديال الجوايه بحال هنا كما كتشوفوا، كيمشي شويه من هنا وعاوتاني كيمشي من هنا. ودابا شويه غنعرفوا علاش دايز من هاد البلاصه. هاد البلاصه هادي ملي كتشوف كتجيك الدوخه. دابا حنا غادي نرجعوا في حالتنا اللي هي في الطريق. هذه هي البلاصه الا دخلتي اول دخله دخلتي على اليمين كيبقى يبانوا لك هاد الاحواض فين كيربيو الاسماك. لما قال لنا السيد اللي تما السمك ديال الترويت هنا كيديروا التربيه ديالهم في هاد الاحواض هذا. ودابا غادي نصور لكم البلايك اللي فيهم النماري ديال الناس اللي بغات تكري باش تبات ولا تريزيرفي قبل على البلايص على جنب الواد. هادو هما الارقام ديال الهواتف. كاين قهوه اللي هي الفوق. دابا هاد البلاصه اللي كنت تواجد فيها واللي كنصور فيها هاد الارقام ديال الهواتف، منين كتدخل لأم ربيع كتلقى جوج دورات. الدوره الاولى على اليمين هي هادي وغتخرجك في القنطره اللي شفنا دابا شويه وغتدخل لأم ربيع، ولا الدور على اليسار كيف ما وريتكم انا من البدايه الفيديو. المنازل هما هادو اللي كتشوفوا راهم زوينين. كان السيد اللي غنوريكم الرقم ديال الهاتف ديالو دابا رسل لي الفيديوهات. بالنسبه للاثمنه كيبداو من 150 درهم حتى ل 400 درهم، يعني في الوقت ديال الذروه من شهر 7 الفوق تيكونوا واصلين ل 400 درهم الماكس، زعما الا غلى عليك، وكتبقى على حسب شطارتك نتايا. وفي الوقت اللي ما كيكونش بنادم كتير كيكونوا تيوصلوا حتى ل 150 درهم. اذا هذه الطريق هذيك اللي الفوق اللي هي طريق خنيفره بالنسبه للناس اللي غيجيو من جهه خنيفره. وهذه الطريق اللي دزنا في الاول بالطوموبيل. هنا كاينين لي باركينغ. هذا الباركينغ الاول اللي بغا يحط طوموبيلتو. هنا كاينين محلات مفروشه للكراء. هذا للاسف الرقم ديال الهاتف ما باينش مزيان. هنا كاين البارك الثاني. بالنسبه لي باركينغ دايرين ليهم 10 دراهم في النهار. هذا الباركينغ الثالث ودايرين ليهم 15 درهم بالليل. 10 درهم بالنهار و15 درهم بالليل. حتى هذا منزل للكراء. كاين حانوت هنايا حداه. الا تعقلوا في البديه راه من لهنا دخلت. هذه دار للكراء حتى هي، حتى هذيك دار للكراء. وهذيك اللي الفوق هي ديال مول باركينغ اللي حط فيها انا الطوموبيل، اخر باركينغ. هذيك الدار الفوق حتى هو كيف ما قلت لكم قال لي من 150 حتى ل 400 درهم على حساب الديروة وعلى حساب الافراد. بالنسبه للافراد راه ما كيفوتوش اللي قال لي السيد الاول 5 حتى 6 ديال الاشخاص. هذا واحد المأوى اللي غنطلو من الفوق باش نشوفو ام ربيع لتحت. هذيك هي البلاصه اللي صورنا من لها. هذا هو السيركوي اللي دزناه كامل. هنا بالنسبه للمشروبات في هذه البلاصه حسبوا لينا كافي نوار ب 15 درهم، وبالنسبه للعواصر حسبوا لينا 20 درهم للعصير، و المناضه حتى هي حسبوها لينا ب 15 درهم. هادو الاثمنه اللي سميتو. وهنا كتكون سالات الرحله ديالنا. ورجعت انا في الطريق على طريق عين لوح. والوقيته اللي خرجت دابا كانت 9 أقصمين. الطريق كانت خاويه ولكن امنه. دزت كنت تلاقيت يمكن شي 3 ديال الطوموبيلات اللي تلاقيت، ولكن كانت امنه الحمد لله.
هذه مع 9:15 د الليل. هنا بالنسبه للطريق اللي خديت باش نمشي لعين اللوح، باش نمشي عفوا لأم ربيع، بديت دزت على عين اللوح، خرجت من ازرو ودزت على عين اللوح. هنايا هذه هي الطريق الدخله ديال عين اللوح. من بعد من كتخرج من عين اللوح كتوصل لهاد البلاصه، كتلقى هاد المفترق ديال الطرق، كدور على يدك اليسار. بالنسبه من لهنا لويوان دايرين 32 كيلومتر، وما بين ويوان وام ربيع كاين 34 كاين 12 الكيلومتر. 12 كيلومتر، واخا هما تيعطيو تما بلي 8، ولكن في الاصل راه 12 الكيلومتر اللي كاينه. وهذه هي الطريق زوينه وممتعه. زعما الا كان شي واحد غادي يجي دايز من مكناس ولا من شي جهه، ننصحو انه يدوز على عين اللوح، لحقاش الطريق زوينه، فيها الشجر، فيها ما تشوف وما كتحسش بالعيا. وحتى اللي بغى يدوز من الطريق الاخرى راه مزيانه، غير انا الطريق اللي دزت هي هذه، تقدروا تدوزوا وفي نفس الوقت غادي تدوز على الضايه ديال ولا البحيره ديال ويوان اللي هي هذه، اللي سبق لي درت عليها فيديو، او غادي تشوفوه هنا في الرابط. حتى هي واعره بزاف. الا كنتو بغيتو ديروا جوج البلايص في نفس النهار راه ممكن ندوزو من هنا ومن بعد تمشيو. بغيتو ديروا بلاصه، المهم انا راه كنت درت عليها فيديو. هذه هي الطريق ديالها، هو الفيديو غادي تلقاوه، وحتى في التالي ديال الفيديو غتلقاو الفيديو، تقدروا تدخلوا ليه اما دابا ولا من بعد من تسالوا الفيديو. من لهنا الدخله ديال ويوان، الا بغيتي تهبط، بغيتي دوز من الجهه الاخرى، راه كاينه الطريق من الجهه الاخرى. هنا كاينه واحد الضايه، وفوق منها كاين واحد بحال اوبرج يمكن ولا اوتيل، حتى هي ضايه صغيره ما عرفتش السميه ديالها. وهذه الطريق ما بين ويوان وام ربيع، طريق ممتعه. كاينين هنا الناس اللي كيبيعوا الخبز، كاين واحد الوليدات الصغار قالوا لي واش عندك شي دفتر ولا شي ستيلو. للاسف ما كنتش هازو معايا، حتى اللي كان غادي يمشي يدي معاه دفاتر وستيلويات يعطيهم ليهم في سبيل الله. هنا كنكونوا وصلنا لأم ربيع، وغادي نبداو باش غادي ندخلوا ليها من هنا. انا خليت الطريق حتى للتالي باش ما نديرونجيكمش من الديبار. اللي جاي من مريرت غادي يدوز من لهيه، واللي جاي من عين لوح غادي يدخل من لهنا. هي هذه الدخله، وكتبقى خنيفره بعيده ب40 كيلومتر. هذه هي الهبطه ديالها كما كتشوفوا هنايا. الطريق زوينه، تصورنا من هاد الجهه هذه على اليمين، وكذلك غادي نتصوروا حتى من هاد الجهه هذه على اليسار. هنا فين هابطه واحد العين مالحه، وهنا نيت كيخرجوا من هاد البلاصه الملح وكيبيعوه مصوبين منه حتى حوايج وحدين اخرين، هما غادي تشوفوهم. ما قدرتش نوقف حيتاش كان الوقت غادي خصني نخرج قبل ما تشدني الرعده باش نقدر نصور. انا كنقطع واحد القنطره شي شويه خايبه، ولكن راه كدوز بها الطوموبيل. كاين الباركينغ الاول كاع هنا، ولكن راه بعيد شويه على عيون ام ربيع. بالنسبه اللي بغى يتمشى راه مزيان، ولكن اللي ما غيقدرش يتمشى من الاحسن انه يزيد بالسياره ديالو للداخل. ومن هنا كتبدا ام ربيع. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو ويكون عجبكم، وما تبخلوش علينا بلايك، مشاركه وتعليق، واي نصيحه ولا مكان اقتراح ديال المكان اللي تبغيو نصوروه. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.